يوم 25 يناير 2011 مش بداية، قبله نضال طويل للشعب المصري ومش نهاية. هيحتاج نفس طويل من أجل تغيير شامل عميق الشعب المصري محتاجه وبيطلبه وفي أمس الحاجة إليه وهو قادر عليه. يوم 25 يناير يوم يقول فيه المصريون أنهم مع حقهم في العدل والكرامة والاكتفاء والحرية، ويوم للمطالبة بتغيير عميق سلمي لهذا النظام. يوم 25 يناير هيكون تعبير عن إرادة شعب أراد الحياة، وبإذن الله سوف يستجيب القدر. تحية لكل مصري غيور على مصر، بيحب مصر، عاوز يغير مصر، عاوز ياخد حقه في الثروة والسلطة في وطنه. يوم 25 يناير سيكون بجهد الشعب المصري يوم تاريخي في مسيرة هذا الشعب من أجل حياة يستحقها بإذن الله. في كل مكان، في كل المحافظات، في أحياء القاهرة، سيثبت الشعب المصري أنه جدير بالكرامة التي غابت عنه ويستحق أن يستردها بتضحياته. أنا نازل يوم 25 يناير. يوم 25 بداية ليس نهاية، وعلينا أن نتصرف بهذا المنطق. علينا أن نحافظ قدر الإمكان على أقل قدر من الصدام أو الاحتكاك والخسائر. نحن نريد جهدكم ونريد طاقتكم وحماسكم في مشوار أعتقد أنه أوشك على النهاية بفضل جهد الشباب المصري. يوم 25 مش هيكون فيه لا انتفاضة ولا فيه ثورة. يوم 25 هيبقى فيه شكل من أشكال التجهيز والتعبئة، إن الناس في مناطق مختلفة تعرف إنه في إمكانية إن يحصل تغيير بشكل أو بآخر. إمتى ويبتدي من فين وينتهي فين ويحصل إزاي، كلها أسئلة هنقدر إن إحنا نوصل لها. لكن 25 يوم مهم ممكن نبتدي بيه زي ما بدأنا في 2008 ب 6 إبريل، وزي قبلها حتى في 2004 و2005. ممكن نبدأ باليوم ده علشان نقدر نضم الصفوف، ان يبقى في تواصل ما بين الحركات الاحتجاجية والحركات الاجتماعية والنقابات والاتحادات العمالية والسياسيين والأحزاب والقوى السياسية. كل دول لازم يتحدوا، والقضاة كل دول لازم يبقى في شكل من أشكال الوحدة بينهم عشان نقدر نحرك الوضع وعشان نقدر نوصل لحاجة. 25 ممكن يبقى يوم مناسب، وعشان كده أنا نازلة يوم 25. بناشد كل الشباب تنزل يوم 25 من أجل مستقبلهم ومستقبل أولادهم ومستقبل إخواتهم، وبناشد كل المصريين ينزلوا معانا يوم 25، وأنا أكون أول الناس اللي هتنزل يوم 25. نازل يوم 25 وبقول إحنا اخترنا طريق الصعب، هم السلطة وإحنا الشعب. من أجلك أنت، عشان تطمن على مستقبل أولادك لازم تشارك. أنا نازل يوم 25 يناير. من أجل العدالة، من أجل الحرية، ومن أجل المواطنة أنا نازل يوم 25. طبعا أنا منتظر من أغلب الناس هتنزل يوم 25، وأنا واحد من الناس دي هنزل طبعا يوم 25. عشان خاطر ولادي أنا نازل يوم 25. علشان خاطر مصر أنا نازل يوم 25. عاوز تأمن مستقبلك ومستقبل ولادك، مش عاوز تتهان ولا تتعذب ولا تتطلب في اسم شرطة، مش عاوز تترفد من شغلك ولا من شركتك عشان تتخصص او ترجع للمستثمرين، عاوز تحافظ على كرامتك في بلدك وعاوز تحس انك فعلا هي دي بلدك، لازم كلنا ننزل يوم 25، وانا كمان نازل يوم 25. عدالة، حرية، مواطنة، انا نازل يوم 25. احنا مواطنين مصريين، واحنا مش في اي حاجه ولا بنشارك في اي حاجه. احنا نازلين عشان 25 الناس كلها تصحى والناس كلها تعبر عن غضبها
وعن رفع الاسعار وعن البطاله وعن الاستبداد وعن التعذيب في السجون، والناس كلها قهرانه واحنا نازلين يوم 25 وكل شعب مصر نازل من كل حاره ومن كل شارع عشان نقف ونقول لا للتعذيب ولا للقهر ولا لرفع الاسعار، لان دي بلدنا واحنا بنحب بلدنا وهندافع عليها باخر نقطه دم في جسمنا. علشان البطاله وعلشان حق الشباب، علشان خاطر بلدنا تكون بلد كويسه، انا هنزل يوم 25 يناير. لغايه امتى هنفضل ساكتين؟ انا نازل يوم 25 علشان اشوف مصر احسن واعيش في بلد نظيفه. هنزل يوم 25 علشان خاطر بحب مصر. انا نازل يوم 25 جاي. انا نازل يوم 25 عشان خاطر ما اموتش في عباره ولا اتحرق في قطر ولا اموت في تفجيرات كنايس او مساجد. انا نازل يوم 25 من اجلك انت. من حق اعيش بكرامه، عشان كده انا نازل يوم 25. انا ان شاء الله نازل يوم 25 يناير عشان لقمه العيش باذن الله. انا نازل لاعيش بكرامه لموت يوم 25. انا نازل يوم 25. ايه رايك تبقى كل فاصل وفاصل؟ انا نازل يوم 25. يعني تبقى جامده بس